استذكارنا لساعة احتلال سريكانية هي يلي تعتبر أبشع وأكبر جريمة بالنسبة لي كشخص من سريكانية مدينتي رأس العين نبع السلام. تم الاحتلال من خلال نحن كنا بالنسبة لي أنا كشخص كنت واقفة بإحدى الخيم الوقفة الاحتجاجية على حدود التركية، أثناء نحن ما كنا مجموعة الإداريين والشعب والقومينات كلياتها في مدينة رأس العين عم نستنكر هالشيء هذا بالوقفة الاحتجاجية. تم ضرب مدينة رأس العين أو قصفها من خلال البنى التحتية أو من المستشفيات، من مدارس، من مراكز، وأولها كان النقاط العسكرية والمراكز العسكرية الساعة 4 إلا ربع يوم الأربعاء ب9/10. يوم هذا اليوم الأسود اللي كان بعد طبعا كان في قبلها تهديدات، ولكن هاي التهديدات الاحتلال العثماني بحكومة أردوغان كانت ما تساوي شيء، لأنه ما إلها معنى بالواقع، والمنطق كان يرفضها الشيء هذا. ولكن بالتعاون بالمؤامرات اللي كانت تحاك من قبل الدول العظمى وأولها أمريكا، كان هالتخاذل هذا من قبلهم، كان هالشيء هذا أعطاهم الضوء الأخضر لقصف مدينة سريكانية وتهجير سكانها الأصليين، وأنا منهم إحدى السكان الأصليين لمدينة رأس العين. وتهجيرنا التهجير القسري بهذاك اليوم طلعت الأهالي كلياتها اللي خلق الفوضى والرعب، يعني في منا من الشيوخ الكبار، من المسنين، من الأطفال الصغار، من المرضى. لهالشيء هذا الأهالي ما قدروا يضلوا تحت الضرب وتحت الرعب وتحت القصف ودخول الخلايا الشتى المرتزقة، وفي منهم كمان حتى المتعاونين ضعاف النفوس المتعاونين مع هالخلايا هاي، وبعدها دخول الجيش التركي لهالشيء هذا. من خلاله كمان كانت غايتهم كلها السلب والنهب والاحتلال لتوسيع. أكيد الاحتلال العثماني أو الاحتلال التركي خلينا نقول كان هدفه أكيد هو بالأخير هي هاي حرب تسمى، والحرب كر وفر، والحرب نحن نعرف كانت قواتنا مستبسلة لآخر لحظة ولآخر ساعة. ولكن في شغلة بدي أقولها، يعني بدي أكد عليها من خلال هالشيء هذا أنا اللي شفته، إن كان نحن شعب مدني وإن كان هي عسكري أو أي جهة عسكرية حتى اجت مناصرة للقوات اللي كانت موجودة بمدينة سريكانية، دخلت والحمد لله كان إن نحن النصر والتقدم بكافة المناطق. ولكن أكيد مثل ما يقولون في مثل عندنا بالعربي يقول الكثرة تغلب الشجعان، ولكن نحن اللي غطى على هالشيء هذا السلاح الجوي، الغطاء الجوي اللي كان من قبل الاحتلال العثماني التركي كان أكثر، مو يعني شلون بدي أعبر عليها، إنه أعجز عن هالتعبير هذا. كان نحن عندنا ما كان عندنا طيران سلاح طيران أو سلاح جوي يكون ضد السلاح هذا الجوي التركي، فهالشيء هذا يمكن خلاهم شوي لهم الغلبة علينا. ولكن نحن عندنا أسود مستبسلين، نحن دفعنا الغالي والرخيص من خلال مو بس تهجير الأهالي، كمان حتى كان للمرأة دور بارز بهالشيء هذا من خلال هالثورة الأوجلانية اللي صارت. صح نحن عندنا قائد عظيم، صح نحن طالب بحرية المرأة، صح طالب بحرية الشعوب، نحن دائما نقول نحن نسامح ولكن لا ننسى، نحن ما ننسى كمان، نحن نسامح ولكن ما ننسى كمان شهدائنا العظام. نحن يعني قبل القوافل الشهداء الأوائل نحن بحملتنا بحربنا على بحرب الاحتلال العثماني هالهجمات هاي البربرية اللي صارت على السريكانية وتمركزهم هلا حاليا بالسريكانية، وإن شاء الله نحن العودة الآمنة لنا كسكان النصر العظيم لقواتنا العسكرية كمان والإدارة الذاتية وتحقيق أهدافنا كلها. نحن بهالشيء هذا نكسر شوكة العدو كمان، ولكن العدو مستقوي بنصره بهذا، بس هذا مو نصر، هذا مؤامرة تعتبر. والمؤامرة اللي حيكت على سريكانية وعلى سكانها الأصليين بهدف أنه توسيع النفوذ الجغرافي التركي، وهذا أبوا إنشاؤه. هاي كلها مخطط مؤامرة فاشلة إن شاء الله، لأنه الحق يدوم والظلم لابد أنه ينكسر ويفشل. ولكن نحن ما دام في حق نحن وراه مطالبين، وحقنا بمدينتنا نبع السلام مدينة سريكانية وبقية المناطق المحتلة كمان بدي منطقة سريكانية، ونحن أهاليها الأصليين كمان تهجرنا وسكننا بالمخيمات وعانينا من المعاناة الكم الأعظم كمان من المعاناة كمان في مناطق سكاننا الأصليين كمان في مناطق المحتلة الثانية الأبيض ولا عفرين كمان، يعني كانت لهم مقاومة باسلة كمان
سكانه وفي معاناة لهم كمان، مثل ما نحن معانين كمان هنا عندهم معاناة. وندعو الله إن شاء الله يا ربي النصر العظيم إنه وإلهم إن شاء الله نصر واحد موحد، والعودة الآمنة لسكانهم وسكاننا نحن الأصل. مثل ما عم يصير هلا بالاحتلال التركي عم يخلي أهالي المرتزقة اللي مهن من سكان الأصلي عم يسكنوا بيوتنا كمان، عم يستغلوا محاصيل الزراعية بالأراضي الزراعية كمان بكل شيء، من حجر من بشر من شجر من أراضي من طيور كمان عم يستغلوها كلياتها. يعني الثروة المعدنية، الثروة الاقتصادية، الثروة الزراعية كلياتها استغلال. يعني حتى البشر استغلوهم، يعني من اختطاف من قتل من اغتصاب، يعني عم يصير هالشيء هذا. حتى ما ننسى كمان إحدى العوائل اللي كمان تم ضربها من خلال قصفهم لمدينة سريكانية. أول ما صار أول أيامات القصف كان من الاحتلال التركي كمان استعملوا كمان حتى الأسلحة الكيميائية، يلي بالإدارة الذاتية الرفاق كمان ما قصروا باتجاهه كمان إحدى هاي العوائل اللي تم إسعافها كمان إسعافه لكردستان للبلدان اللي خارج سوريا كمان لحتى تلقي العلاج المناسب لجسمه لوجهه كمان لمنطقة الوجه لحتى ما يعود شوي لطبيعته الصحية شوي لوضعه الصحي كمان. كمان نحن ما ننسى كمان عم أذكر كمان كان لجنة مرأة كوني مرأة كمان بدي أحكي شيء باسم المرأة. المرأة استبسلت، المرأة شاركت حتى بالحرب كمان، المرأة وقفت على الخطوط الأمامية بالجبهات كمان، المرأة وقعت أسيرة، المرأة ضحت بنفسها شهيدة، المرأة قاتلت، المرأة كانت إدارية كمان ولحد الآن إدارية قيادية، إن كان دخلت الأحزاب السياسية باسم سريكانية وباسم الإدارة الذاتية. المرأة ناشدت على المحافل الدولية. ونحن كمان عم نستذكر أول القوافل مثل ما ذكرت أنا أول حديثنا إنه للشهيدات والشهداء كمان ساكنة جانسيس ولا أريان ولا كمان أفيستا خابور ولا كان تشيتشك ولا كان غيرها وقعت أسيرة ولا غيرها من النساء المدنية. حتى عندنا كمان تسجيل شيء موثق يعني في حتى مناطق أرياف رأس العين في عندنا نسوة يعني مرأة هي وقعت أسيرة من تل أبيض نقلوهم على تركيا كمان بالسجون التركية تحت محاكمات يعني عقوبات نسميها شبه التجريد مثل ما عم يصير مع القائد، ولكن هن كعضو مدني انت انتسبت بما يقول او تسميت انت مع الكفار او انت مع الاكراد اللي بتهمه انه هو ميليشيات قصد او انه بقائمه الارهاب او متعاون مع الارهابيين. هالشيء هذا كان ظلم وكان معاناه اكثر شيء للمراه. فالمراه بهالشيء هذا كلياته ومن خلال ممثله بالمراه اللي ساكنه خاصه بالمخيمات وعلى نحن ننبه على هالشيء هذا كمان. نحن أهل رأس العين انقسمنا على 3 أقسام من خلال هالتهجير هذا. أول ما طلعنا من رأس العين مدينة رأس العين يعني الإدارة الذاتية فتحت المدارس للأهالي، سكننا بالمدارس بمحافظة الحسكة. في قسم الأقليات من اللي إلن أقارب اللي إلن معارف كمان اللي له قدرة يمكن راح لمناطق ثانية قامشلو أو معبدة أو مالكية أو غيرها من المناطق كمان أو أرياف الحسكة. ولكن نحن خاصة مراكز نسميها مراكز الإيواء اللي بالمدارس الرفاق ما قصروا تجاه الأهالي، كمان كان لهم تأمين كمان كافة الاحتياجات المعيشية من ماء وخبز وغيرها من مستلزمات لحتى ما أمنوا بناء أو افتتاح مخيمين، مخيم واشوكاني ومخيم سريكانية. أنا من سكان مخيم سريكانية، فنحن الحمد لله مأمن لأن كافة الاحتياجات المعيشية كمان عم تساعد. ولكن نحن بخضم كل هالمعاناة هاي كلياتها المرأة عم تكون هي المحور الأول أو صمام الأمان لبناء. نحن ما نقول خلينا صحيح ضمن الخيمة، ولكن نحن عم نسميه بيتنا مأوانا يعني سكننا. فالمرأة عم تعاني من قلة فرص العمل كونها هي المقاتلة، كونها هي المستبسلة بأمور الحياة الاجتماعية كلياتها، بتربية أولادها، بمتابعة أمور زوجها، بمعاناتها تجاه أولادها في ظروف المرضية أو الصحية أو غيرها. فهالشيء هذا كلياته عم ينزل على عاتق المرأة كمان كجبل يعني. والمرأة هي كمان هي بحد ذاتها شبهها بشجرة السنديان يعني. هاي شجرة السنديان هاي المرأة هي لها عروق ثابتة يعني، وهالعروق هاي أكيد جذورها متأصلة من مدينتها مدينة نبع السلام. فهي متعلمة الاستبسال والمقاومة من مقاومتها أثناء مقاومتنا نحن لما كنا بسريكانية. فلا بد لا محالة يعني الحق يرجع لأصحابه وعودة آمنة إن شاء الله من خلال هالاتفاقيات اللي عم تصير باسم الإدارة الذاتية مع حكومة سوريا الجديدة
وإن شاء الله يكون كلياته خير. نحن نتمنى السلم والسلام لأهالينا، لأبناء سوريا بشكل عمومي، باسم المرأة وباسمي أنا كشخص اسمه ميساء علي. أتمنى دائما الخير دائما، ويعم السلام والأمن لسوريا بشكل عام ومنطقة شمال شرق سوريا كمان باسم المرأة، وللمرأة بشكل عام يتأمن لها كافة الاحتياجات المعيشية اللي تعيشها. وإن شاء الله نرجع من مخيمنا هذا لآخر السنة نكون نحن بمنطقة سريكانية محررة ومناطق المحتلة، ما ننسى لا عفرين ولا تل أبيض. ويعطيكم العافية.